السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا كبدة اسكندراني. هنخش على المقادير على طول عشان ما ناخدش وقت. عندنا هنا بصل وفلفل، بصل جوليان وفلفل رومي وفلفل شطيطة ومعلقة توم وطماطماية جوليان، التوابل ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمة وكزبرة وورق لورا ناعم وتوم باودر، بصل باودر وحبهان وكبابة صيني ناعمة وبشرة جوز الطيب. هنخش على طول كده، نجيب طاسة ونحط عليها شوية زيت، نسيب الزيت لما يسخن، ننزل بالكبدة. تاخد صدمة، هتغير لون. احنا نزلنا الأول بالكبدة عشان خاطر نقفل المسام اللي فيها وما تبقاش ناشفة بعد كده معانا. تاخد لون اهي. بعد كده نقوم ننزل البصل بعد ما انزل اهو دلوقتي بالبصل. بصي انا نزلت ميتها اهي. هنزل دلوقتي كده بالبصلة، وبعد كده انهم نازلين بعد كده بالتومة، بس بعد ما البصلة ما تختفي مع الكبدة. هننزل دلوقتي كده بالتومة. معلش يا جماعة، أنا نسيت اقول نحط معلقة خل وليمونة، نسيت اقول كده في التتبيلة. دلوقتي احنا نزلنا بالتومة، وبعد كده نزلنا بالفلفل الالوان قصدي بالفلفل الشرايح الحامي والرومي، ونقلبهم مع بعض. وكان ننزل دلوقتي كده بالطماطم. الطماطم انتوا شايفين ان هي دلوقتي كده كبيرة، بس هي كده مش هتبقى كبيرة اصلا، ولا هتبقى باينة في الاكل لما تستوي. عشان كل ده عشان ننزل المية بتاعتهم عشان ما نضطرش نحط مية. ونزلنا بالتوابل وهسيبها بقى لحد ما تستوي وارجع لكم. احنا نزلنا هو بالليمونة مع بعضينا، وهحط معلقه الخل. هسيبها بقى كده تستوي مع بعضها، وهتنزل الميه بتاعتها، ما حطيتلهاش ميه خالص لحد ما تستوي تمام. وخلاص الاكل اهو استوى يا جماعه. وكوبايه حاجه ساقعه اهيت مع الاكل عشان نهضم. وادي الكبده اهيت. ويا رب اليوم يكون عجبكم، والاكل يكون عجبكم، وما اكونش طولت عليكم.